انا نازل الشغل، عايزه حاجه؟ ايه دي يا مجدي؟ لا مش عارف ايه دي. انا لقيتها في شنطتك وانا بحط لك حاجتك. مش عارف من مين. طب مش مكتوب عليها اسم ولا حاجه؟ ربما يكون الحب الحقيقي حواليك ولكنك لا تراه. عموما انا مش عارف ايه دي، ولا متوقع ان ممكن حد يحط لي حاجه زي دي في شنطتي. اكيد جت معايا بالغلط، بس عارف مهما قلت مش هتصدقيني. مجدي انا واثقه فيك، بس انا عايزاك تاخد بالك من كل حاجه بتحصل حواليك، لان في حاجه معينه في بالي لو بتحصل بجد يبقى ربنا يستر على علاقتنا. انا نفسي تصدقي ان انتي اغلى حاجه في حياتي، وان مفيش اي حاجه في الدنيا ممكن تاثر على علاقتنا. عموما انا رايح الشغل، هفهم ايه دي. سيبكوا بقى من الشغل وركزوا في الاكشن اللي هيحصل النهارده. انا هدخل النهارده المجدي هعزمه على الغدا. اوه، ايه الشياكه دي؟ شكلك كانك رايحه مناسبه او ايفنت. الله يكون في عونك يا مجدي. ميرسي يا بيبي. هو لازم كده، اللي اهم من الشغل تظبيط الشغل. طب قولي لي، تفتكري هيوافق؟ يا رب يوافق، عايزه اعيش الاحداث معاكي قوي. طبعا هيوافق بيبي، انا واثقه فيكي وفي قدراتك، كل يوم بقولك كده. انا قلت لك هخلي مجدي ده زي الخاتم في صباعي. اتقلي عليا. انا بحس ان انا عايشه كل يوم معاكي احداث مسلسل متغيره كده، فهماني؟ مش على وضع واحد ولا ممله، صح؟ مش معايا حق بذمتك؟ يا ريت محدش ياخد رايي. انا حذرتك مره واتنين وتلاته ان اللي بيحصل ده اخرته هتكون وحشه. هو محدش خد رايك عموما، وما تعملناش نفسك مصلحه اجتماعيه. خلاص تمام، بس افتكري كويس قوي ان دين تو دين، وانا عن نفسي مش هشارك في المهزله دي. مجدي عامل ايه؟ محتاجه اتكلم معاك كلمتين. انا تمام الحمد لله. مجدي انت حد محترم، والشركه كلها بتشهد باخلاقك. انت جاي هنا مركز بس في شغلك، كل همك تنجح. بس مع الاسف في واحده حطاك في دماغها، هبه يا مجدي. بتحاول تدمر لك حياتك، تحاول تخرب لك بيتك، وبتزرع اللي يحط الشك بينك وبين مراتك بدون ما ادخل في اي تفاصيل. انا جايه الفت نظرك عشان خايفه عليك. هاي يا مجدي، عامل ايه؟ انا تمام الحمد لله. انا عندي ليك طلب ومفيش اي اعتذار عنه. احنا النهارده هنتغدى مع بعض بره، عايزه اتكلم معاك في مليون حاجه. انا كمان عايزه اتكلم معاكي كتير جدا، بس قبل اي حاجه، تعرفي اي حاجه عن العلبه دي؟ لا، انا ما اعرفش حاجه عن العلبه دي. وعموما الغدا باذن الله هيبقى مع الشركه كلها. الشركه كلها تتغدى؟ ازاي يعني؟ مش فاهم. لان النهارده كلنا واحد واحد في الشركه، هنحتفل باخر يوم ليكي معانا هنا عشان هتتنقلي فرع جديد. ايوه يا مجدي، بس انا ما قلتش خالص ان انا عايزه اتنقل. من غير ما تقولي او تطلبي، انا قلت اعمل كده بدل ما تقعدي في البيت، وده طبعا تقديرا مني لقدراتك وامكانياتك وتركيزك في الشغل والشركه بشكل عام، وتركيزك معانا بشكل خاص. كنت بتفطريني وبتكلمي مراتي عشان توصلي لي مفاتيحي وحاجات كتير قوي، وكل ده خلاني اقرر ان انا انقلك فرع تاني. او عندي حل تاني، تقفي تتكلمي قدام زمايلنا كلهم في الشركه عن اللي انت عملتيه، وتصلحي كل اللي قلتيه عليا، وساعتها تقرري تقعدي هنا ولا تقعدي في البيت.